شهید بوونی هەرگەری لایە دەنەخشان. لەبەر دەرگای هەر ماڵێکیدا ئاڵایەکی کوردستانم دەچەقاند. ئەگەر لە پاریزە ژیان بە بۆیەی ڕەش لەسەر ویزگەی هەموو پاسێکم ئەنووسی تان دێنێتە خرۆشان. شهید نامێرن! شهید نامێرن! شهید نامێرن! شهید نامێرن! ژیان ئازادی! بێسەروک ژیان نابێت! بێسەروک ژیان نابێت! بێسەروک ژیان نابێت! بێسەروک ژیان نابێت! شهید نامێرن! لە هەر شەقامێک جامی ماشێنێکم دەشکاند بە بۆرەم لە سوور هەڵە کێشا و دار و بەردی شانزەلیەم وەک بەردێکی خوێناوی
پوشاند. لەبەر دەرگای هەر ماڵێکیدا ئاڵایەکی کوردستانم لە جميع شهيدات الحرية في شخص الشهيدات هبال سكينة وهبال ليلى وهبال فيضان، وننحني إجلالا وإكبارا في ذكرى استشهادهن. في مثل هذا اليوم وقبل 10 سنوات قامت الفاشية التركية بارتكاب جريمة شنيعة بحق المناضلات الثلاث هبال سارة ورفيقاتها، وذلك في قلب العاصمة الفرنسية باريس.
والمعروف عنها بأنها عاصمة الثقافة والرقي. قامت الفاشية باغتيالهن لأنهن كن مناضلات ومقاومات في سبيل حرية المرأة. قبل 100 عام قام هتلر بقتل روزا لوكسمبورغ، وبعدها ب100 عام قام أردوغان بقتل هبال سكينة ورفيقاتها. قتلوا هبري خلف، قتلوا نبيهانا كارسا، قتلوا دينيس بوياز في قلب العاصمة التركية أنقرة وأمام مكتبتها. قتلوا هؤلاء النساء لأنهن كن مناضلات وثوريات. أرادوا من خلال اغتيال الرفيقات المناضلات كسر إرادة المرأة الحرة. ولكن رغم كل ما تعرضت له المرأة عبر التاريخ وحتى يومنا هذا من شتى أنواع الانتهاكات، إلا أن ثورة المرأة مستمرة رغما عن الجميع. لذلك فإني أدعو جميع نساء العالم ونساء الرجوبة بشكل خاص أن يساعدن من نضالهن ومقاومتهن